مشاهدينا في كل مكان، سعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دعوة للتركيز على الزراعة المصغرة المربحة في إقليم عنسبة. عقد منتدى حول برامج الرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط. تنظيم ورشة عمل حول استخدام الأراضي وإدارتها في مديرية حقات. الأمطار والفيضانات تقتل أكثر من 100 شخص في الجنوب الأفريقي. تظاهرات في هافانا تنديدا بالهجوم الأمريكي على فنزويلا. وترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على دول لا تؤيد خطته في جرينلاند. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم تقديم دعوة خلال التقييم السنوي لفرع الزراعة بإقليم عنسبة الذي عقد في مدينة كرن يوم 15 من يناير. أفاد مسؤول قسم الزراعة والأراضي السيد قبر مسكال تولدي أن البرنامج لم يتم تنفيذه على النحو المتوقع في العام الماضي لأسباب مختلفة، وأنه من المخطط القيام بذلك بشكل أكثر كثافة هذا العام. وذكر أن الهدف من البرنامج هو تحسين سبل عيش المزارعين من خلال ضمان غذاء مغذي آمن للجميع في كل مكان، وأنه من المقرر أن يزرع 866 مزارعا بجوار السدود المختلفة أكثر من 345 هكتارا على مستوى الإقليم. وقال إنه في حين كان الدخل الزراعي جيدا في حمل ماله في عام 2025، إلا أنه كان منخفضا في مديريات أسماط وقلب وهبر. وطرح المشاركون ضرورة تجهيز مخازن لبذور البطاطس المختارة وإيجاد حلول لمشاكل المبيدات، والعمل على زيادة وعي المزارعين ببرنامج الزراعة المصغرة المربحة. وأضاف مسؤول الإدارة والمالية في وزارة الزراعة السيد إفريم كفلو أن التغيير يتحقق عندما يتم العمل المتكامل في الزراعة، وحث الخبراء على العمل بالتشاور مع المزارعين. وذكر حاكم إقليم عنسبة سفير عبد الله موسى الجهات المعنية على العمل مع الخبراء لتحسين سبل عيش المجتمع من خلال الاستخدام الأمثل للسدود وقنوات الري. عقد اجتماع في الإقليم الأوسط يوم 15 من يناير لمناقشة خطط عام 2026 لضمان استدامة برامج الرعاية الاجتماعية وتعزيز الدعم المجتمعي. وأوضحت مسؤولة فرع العمل والرعاية الاجتماعية السيدة جمعة إبراهيم في كلمتها أنه تم بذل جهود عملية في عام 2025 لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين بهدف ضمان التوزيع العادل للموارد والخدمات. وبحسب التقارير فقد تم سداد 99.6% من القروض التي تزيد عن 24.8 مليون نقفة موزعة على 1147 مواطن على مستوى الإقليم، وتم دفع أكثر من 53.5 مليون نقفة دعما لأسر الشهداء. كما ساهم مواطنون مقيمون في الداخل والخارج بأكثر من 2 مليون نقفة كمساعدات مالية ل86 أسرة شهيد. وبالإضافة إلى ذلك تم توزيع اللوازم المدرسية على 1729 طالب من ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني، و684 ألف نقفة لأسر التي ترعى الأطفال الأيتام، وقدمت لهم الدواب بقيمة 122,420 نقفة ل25 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينهم 16 امرأة. كما يتلقى 44 طفلا من أسر محتاجة تدريبا مهنيا مناسبا لأعمارهم بالتعاون مع شركة حارات للنقل العام. وقدم المشاركون آراء واقتراحات عديدة. وبعد أن أشادت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة الأول قبراب بعملية تحصيل القروض على مستوى الإقليم الأوسط وتقديم دعم مالي لأسر الشهداء، ذكرت بضرورة الحفاظ على هذه الميزة وبذل الجهود للقضاء على ممارسة ختان الإناث والعادات الضارة الأخرى. نظمت ورشة عمل في مديرية حقات يوم 14 من يناير بهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى السكان بشأن استخدام الأراضي وإدارتها.
وحضر في ورشة العمل مسؤولون من فرع الأراضي بإقليم عنسبة وموظفو إدارة مديرية حقات والإداريون ولجنة الأراضي وغيرهم من الجهات المعنية. وحث مسؤول وحدة الأراضي السيد داوود كبرآب على اتباع قانون الأراضي رقم 58 لعام 1994، وأوضح أنه وفقا لإعلان قانون الأراضي فإن لكل مواطن الحق في استخدام الأرض، مضيفا أنه ينبغي استخدام الأرض بطريقة تحمي وتحترم البيئة الطبيعية. وركزت ورشة العمل على أساليب إدارة الأراضي واستخدامها وأراضي حق السكن في القرى وأساليب إدارتها وفوائد ومساهمات حيازة الأراضي والعملية المتبعة في توزيع الأراضي الزراعية وحقوق وواجبات المواطنين في قانون الأراضي، وأهمية التسجيل العقاري والحد الأدنى لتوزيع الضرائب، بالإضافة إلى مناقشة النزاعات على الأراضي وآليات حلها بالتفصيل. وبعد تقديم شرح مفصل عن فوائد عمليات المسح العقاري والإجراءات المتبعة، دعا مسؤول خدمات التسجيل العقاري السيد قيتوم ولدو المواطنين إلى تسجيل ممتلكاتهم بشكل صحيح واتباع إعلان قانون الأراضي. وذكر مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد في الختام أن ورشة العمل سترفع مستوى الوعي العام وحث السكان على دفع ضريبة الأراضي في الوقت المحدد وتجنب الغرامات. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا محاضرة حول المواد الكيميائية المستخدمة في مستحضرات التجميل وآثارها لطلاب المدارس الثانوية ومدرسة مساعدي التمريض والشباب العاملين بمديرية قندع بإقليم شمال البحر الأحمر. ونصح مسؤول الخدمات الطبية فرع الصحة بالمديرية الممرض بنيام سقايا المواطنين عموما والنساء على وجه الخصوص بتجنب مستحضرات التجميل الجافة والسائلة بعد شرح تفاصيل محتوياته وآثاره الصحية. وذكر مسؤول فرع الشاب صلاح الدين علي أن المحاضرة التي تركز على الصحة كانت جزءا من حملة توعية الشباب، مضيفا أنها تحقق نتائج وتستمر في التكثيف. هذا وشارك أكثر من 450 طالب وموظف شاب في المحاضرة بحسب وكالة الأنباء الإريترية إرينا. أفاد ممثل فرع القانون والنظام المفتش أرأيو دانيو أنه يجري تنفيذ أعمال رقابية جادة في الإقليم الأوسط للحد من مخالفة القوانين واللوائح التجارية في المحلات التجارية. وذكر أنه تم فرض غرامة في عام 2025 بلغ إجمالية قدرها 12.8 مليون نقف على المحلات التي تبين أنها تعاني من قصور في الأنشطة التجارية والسلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية والمباني غير القانونية وأسعار المواد الاستهلاكية والعقارات والأسواق القانونية وغير القانونية وغيرها من أنشطة تخص الأعمال التجارية. وأضاف المفتش أرأيا أن الحكومة توزع القمح المدعوم على أصحاب المخابز لخبز الخبز وتوريده إلى المستهلكين، وذكر بضرورة عدم تخفيض الكمية بمقدار 80 جراما. وذكر أيضا أنه تم تغريم 170 محل بمبلغ إجمالي قدره 128 ألف نقفة لعدم تجديد تراخيص أعمالها في الوقت المحدد لها، بالإضافة إلى تغريم أكثر من 200 محل بما يصل إلى أكثر من 600 ألف نقص بسبب أوجه قصور مختلفة. وأوضح أن المؤسسات التي انتهكت قانون حظر استخدام الأكياس لعام 2002 وقانون حظر استخدام التبغ والسجائر لعام 2004 عوقبت بالمثل. وفي الختام قال المفتش أرأيا إنه تم تقريم 34 مؤسسة عثر فيها على أفلام إباحية بمبلغ 10,000 نقفة لكل منها، وإغلاقها لفترة تتراوح من شهر إلى شهرين مع توجيه إنذار شديد اللهجة. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قالت السلطات إن مروحيات تابعة للجيش أنقذت أشخاصا عالقين على أسطح مبان، وتم إجلاء مئات السياح والعمال من إحدى كبرى محميات الألعاب في العالم، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في 3 دول بمنطقة الجنوب الأفريقي في مقتل أكثر من 100 شخص وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس.
وتم تسجيل حصيلة القتلى في جميع أنحاء جنوب أفريقيا وموزمبيق وزيمبابوي بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة. وأصدرت خدمات الأرصاد الجوية تحذيرات من هطول مزيد من الأمطار، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الفيضانات المدمرة. وكانت موزمبيق هي الأكثر تضررا، حيث اجتاحت الفيضانات مساحات واسعة من الأقاليم الوسطى والجنوبية من البلاد. وقال معهد إدارة الكوارث والحد من المخاطر التابع لها إن 103 أشخاص لقوا حتفهم في موسم أمطار غزير على غير العادة منذ أواخر العام الماضي. خرج عشرات الآلاف من الكوبيين في تظاهرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية في هافانا احتجاجا على مقتل 32 ضابطا كوبيا في فنزويلا، وللمطالبة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. وجاءت التظاهرة أيضا كاستعراض للقوة الشعبية بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا كوبا بإبرام صفقة معه قبل أن يصبح الأمر متأخرا جدا، وذلك من دون أن يوضح طبيعة هذه الصفقة. في خضم التجمع صافح الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عدد من المشاركين قبل أن يلقي كلمة اتسمت بنبرة تصعيدية حادة. وقال دياز كانيل إن الإدارة الأمريكية الحالية فتحت الباب أمام حقبة من الهمجية والنهب والفاشية الجديدة، معتبرا أن ما جرى يشكل امتدادا لسياسات الضغط والتهديد التي تمارسها واشنطن ضد بلاده. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يفرض رسوما جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية بالاستيلاء على جرينلاند. والتقت رئيسة الوزراء الدنماركية وفدا من الكونغرس الأمريكي في كوبنهاجن بمشاركة رئيس وزراء جرينلاند يانسي فريدريك نيلسون غداة وصول تعزيزات عسكرية أوروبية إلى الجزيرة الاستراتيجية التي يطمح الرئيس الأمريكي للسيطرة عليها. وسبق أن عقد لقاء في واشنطن بين مسؤولين أمريكيين ودنماركيين وجرينلانديين خالص إلى وجود خلاف جوهري حول الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي التي يؤكد الرئيس ترامب باعتزامه السيطرة عليها. وأعلنت الدنمارك الحليف التقليدي للولايات المتحدة داخل حلف الشمال الأطلسي الناتو أنها تعزز وجودها العسكري في جرينلاند، ردا على الانتقادات الأمريكية لعدم إيلائها أهمية كافية، في حين أعلن البيت الأبيض أن نشر قوات أوروبية في جرينلاند لا تأثير له على خطط الرئيس ترامب للسيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية. دخلت اتفاقية عالمية رائدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار حيز التنفيذ، مما يوفر للدول إطارا قانونيا ملزما للتصدي لتهديدات مثل الصيد الجائر وتحقيق هدف حماية 30% من بيئة المحيطات بحلول عام 2030. وجرى الانتهاء من اتفاق الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية في مارس 2023 بعد مفاوضات دامت 15 عاما، وسيسمح بإنشاء شبكة عالمية من المناطق البحرية المحمية في النظم البيئية الشاسعة وغير المنظمة سابقا في المياه الدولية بالمحيطات. وحصلت الاتفاقية على تصديق 60 دولة في 19 من سبتمبر من العام الماضي، مما يعني دخولها حيز التنفيذ رسميا في غضون 120 يوما. وارتفع عدد التصديقات منذ ذلك الحين إلى أكثر من 80، إذ انضمت الصين والبرازيل واليابان إلى القائمة. وبموجب الاتفاقية يجب على الدول إجراء تقييمات بيئية للأنشطة التي قد تؤثر على بيئة المحيطات، وسيجري أيضا إنشاء آليات تسمح للدول بتقاسيم منافع الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك الموارد الوراثية البحرية المستخدمة في الصناعة مثل التكنولوجيا الحيوية. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. دعوة للتركيز على الزراعة المصغرة المربحة في إقليم عنسبة. عقد منتدى حول برامج الرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط. تنظيم ورشة عمل حول استخدام الأراضي وإدارتها في مدينة حجازي.
الأمطار والفيضانات تقتل أكثر من 100 شخص في الجنوب الأفريقي. تظاهرات في هافانا تنديدا بالهجوم الأمريكي على فنزويلا. وترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على دول لا تؤيد خطته في جرينلاند. هكذا مشاهدينا في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.